فنعود على ما سبق من كلام لنلخصه تلخيصا، ثم نستأنف السير مع كتاب الله جل وعلا بعد بما يتلو من آيات كريمات. وكان الكلام حول ما أسميناه اشتقاقا من القرآن الكريم بالعقيدة العجلية التي هي وثنية إسرائيلية، والله جل وعلا جعل لها علامات تنبيها للمسلمين أن يقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من عبادة المال والذلة لكل ما هو مادي والتضحية بالدين من أجل الحياة الدنيا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. السؤال الخاتم لذلك الموضوع هو كيف الخروج، كيف التخلص، كيف التوبة، كيف التصفية للقلب من شوائب العجلية، كيف يخلص المؤمن قلبه وأهواءه من كل هذه الأمراض وهذه الشوائب التي تلحقه في الصفات ببني إسرائيل من حيث عبادتهم للوثن المالي الذهبي المادي. إنما يكون ذلك بتوثيق العقيدة على جهتين: جهة التعرف إلى الله جل وعلا من حيث هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وتحدثنا ولا نزال عن أسماء الله الحسنى في أنها تحمل أسرارا لا يمكن للإنسان مهما أوتي من السعة في الفكر والعمر أن يحيط بحقائقها، لأنها صفات الكمال والجلال، إذ سمى الله بها نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك فالله جل وعلا من حيث هو رزاق يتضمن ذلك من بين ما يتضمن أنه يقضي بالأرزاق لعباده. وأقصد بأنه يقضي يعني أن الله عز وجل من حيث هو اسميته سبحانه وتعالى، من حيث هو اسمه الرزاق، هذا الأمر هذا يفيد، لأن الله تعالى لما اتخذ له اسما هذه سمته وهذا لفظه الرزاق، يعني أن قضية الرزق رب العالمين يقول قضية محسومة ديالي ماشي ديالك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وعبر بالقوة والمتانة في سياق الحديث عن الرزق وعن وصفه سبحانه وتعالى بصفة الرازقية، ولذلك جعل له هذا الاسم الحسن الرزاق. وذلك أنه جل وعلا إذا قضى أمرا فيما يتعلق بالأرزاق فلا راد لقضائه. الرزق يعني قضاء قدر، قضاء قدر ما يفهموش الإنسان بذاك المعنى التواكلي، كلا أبدا مش هذا المقصود. والعقيدة التواكلية لا علاقة لها بالإسلام، وإنما التوكل الذي يعتمد فيه العبد على الأسباب ويعبد رب الأسباب. هذا الفرق بين العقيدة العجلية ديال بني إسرائيل والعقيدة الإسلامية الصافية التوحيدية. بنو إسرائيل عبدوا الأسباب، أسباب ديال المادة اعتبروها هي الآلهة فعبدوها، ولذلك عبدوا المال في ذاته كيعبدوا الدرهم والدينار نفسه، بينما الله جل وعلا هو الذي خلق الدرهم والدينار، هو الذي خلق الأرزاق، وهو الذي قدر الأقوات. قدر الأقوات يعني ذاك القوت اللي غادي يدخل لك، ديك اللقمة اللي غادي تبلعها محسوبة حتى هي محصية، حتى ولو رزقت رزقا واسعا فإن ما تأكله من ذلك الرزق وما تستفيد أنت منه بشكل مباشر محصي عليك، لأن فيه الحساب. خص واحد يعطي الحساب لرب العالمين، هذا الشيء باش الأرزاق محسوبة علينا، لأن غنعطيو الحساب ديالها. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرة جاع هو وأصحابه، أصيبوا بمخمصة، كانت أيام يعني لم يدخل فيها شيء الخزينة الدولة ديال المسلمين، ولم يكن هنالك من أسباب يرتزقون بها، فجاء عدد من الصحابة وخرجوا يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم ما بهم من جوع قصد أحد أصحابه ممن كان له مال وسعة،
واحد الصحابي كان عنده لا باس عليه، ربي تعالى وسع عليه في الرزق، ومشاو قصدوا الدار ديالو، كان عنده جنان. فلما طرقوا الباب ديالو وجد أنه رسول الله مع أصحابه، فرح فرحا كبيرا وقال: لا أحد أكرم مني اليوم. ما كان شي واحد اللي راه يعني كريم بحالي هذا النهار، لأنني سأكرم رسول الله وأصحابه. هذا المعنى ديال الكلام. فآواهم إلى الظل، دار لهم واحد الجلسة في الظل، وجعل يسن الموسى، بدا يمضي الجنوي باش يذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه قال له: إياك والحلوب، عندك تذبح شي حاجة كترضع، يعني نعجة أو بقرة أو شيء من هذا القبيل. فذبح لهم شاة. خلاصة الكلام: لما أكلوا وشربوا وارتووا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلاوا وارتاحوا، وذهبت المخمصة في آخر الطعام. قال لهم سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام: لتسألن عن هذا النعيم. سماه نعيم، ياك عاد أنتم جيعانين، أمعاؤكم تتمزق بالمخمصة وقد أطعمكم الله وسقاكم. غادي تعطيوا الحساب ديال هادشي. ليس معناه الحساب يعني أنه غادي تعاقبوا، ليس هذا المقصود بالذات، ولكن سينظر أشكرتم أم كفرتم. خصك تحمد الله. فلذلك الرزق، اللقمة يلقمها العبد سيؤدي حسابها، يعني سينظر في عمله بعد ما شكره لله. ولهذا الأقوات، لأن القوت هو داك الشيء اللي تاكل ديال النهار، واللي كتاكل يعني بحيث كتشبع، ما كيشيطش عليك وما كيخصكش، كيتسمى القوت. في الحديث: كان طعام آل محمد قوتا، ما كيجوعوش ولكن ما كيخصهمش، وقد يجوعون، يعني غير المقصود النهار اللي كياكلوا ما كيشبعوش ولكن ما كيجوعوش، قوت، كيتسمى القوت. فالقوت الذي يقتاته العبد يسأل عنه. ولذلك كانت الأرزاق مقادير. فالله سبحانه وتعالى هو بذاته تولى مسألة الرزق، توزيع الأرزاق وتقدير ديالها بقسمته. قسم الأرزاق قسم إلهي، وكل يبتليه على قدر ما علم الله بقلبه من الشكر أو الكفر. الأرزاق راه ابتلاء واختبار. الأرزاق دايره بحال الأعمار، شي عمره طويل، شي قصير، شي متوسط، كذلك الأرزاق، باش بنادم ما يغلطش في الرزق ويسحب له، يعني أنه يؤتاه على علم عنده كما زعم قارون. بل العبد يتسبب، لكن القسمة قسمة إلهية، والأرزاق مقادير إلهية. ولذلك الإنسان من اللي يحقق العقيدة دياله في الرزق يتخلص قلبه من العقيدة العجلية. فقلت يعني الجانب أو العلاج ديال مسألة الأرزاق لها جانبان: جانب عقدي يتعلق بالتعرف إلى الله من حيث هو الرزاق، وجانب كيتعلق باليوم الآخرة. وقبل الحديث عن الآخرة أشير إلى هذا التعبير القرآني الذي أوردته قبله: إن الله هو الرزاق، قال ذو القوة المتين. عبر بالرزق في سياق القوة والسلطنة والعظمة والسيطرة، بمعنى أن قضية الرزق إلا أعطاها لك ربي ما كيش اللي يقل عليك. ولو تدخل أطغاط الأرض ما كان له لينزع منك شيئا رزقك الله إياه، لأن اللي أعطاه لك كيضمن يوصلوا لك حتى الكرشك، وبقوة وبمتانة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل وعلا. ولذلك عمر العبد إلى دار يده الأسباب التي أمير بها، ما عمره ما يخاف من مسألة الرزق نهائيا. راه ما يوصلك إلا ذاك الشيء اللي كتب لك الله سبحانه وتعالى، وما ينقصك إلا ذلك الشيء اللي الله تعالى ما دارولكش وما كتبولكش. إذا صحت عقيدة المؤمن من هذا الجانب، بقي أن يصحح عقيدته من جانب آخر، وهي احنا كنعيشوا لمن، طبعا يعني سهل نقولوا كنعيشوا للآخرة. يصحح عقيدته في الآخرة المؤمنون من هذه الأمة
وعلى رأسهم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا مؤمنين، عندهم واحد الطبيعة يمكن نسميوها طبيعة أخروية. الناس ماشي ديال الدنيا، ديال الآخرة، يبنون الدار الآخرة، كيبنيو الدار ولكن الدار ديال الآخرة. وسبقت الإشارة إلى هذا، أن الإنسان اللي كيبني الدار كما الدار اللي يبني في الدنيا. الدار يعني الناس معروف، يعني هذه الحكمة العجيبة أن اللي يعني تبلى بالبني كيمشي كله، يعني الفكر ديالو الأعصاب ديالو ينعس وهو يفكر في البني، ويصبح وهو يفكر في البني. يعني البني صعيب جدا فعلا، واللي مجربينه وعارفينه. فكيرفد كيخطف الهم الكلي ديال الإنسان. يعني الحياة ديالو كتولي الدور كلها على ديك البناية اللي كيبني، دار أو فيلا أو عمارة. إلا كيبني شي حاجة كتديه كتبتلعو. هكذا كانوا الصحابة، ولكن كانوا كيبنيو فعلا، إنما يبنون الدار الآخرة. كتديهم في خطرة، مشغول ما عندوش الوقت باش يحك راسو، كيبني الدار الآخرة. هذه العقيدة كلما توغل فيها العبد كلما نجا من مرض العجلية. الدواء ديال العجلية أنه تبدأ تشوف في الدار ديالك في الآخرة. حقيقة ما يعني الإنسان كيفكر في الدنيا في القطعة ديال الأرض، يبنيها وكيفاش يدير ليها ويخمم. اللي مازال ما عندوش كيفكر، واللي عنده كيفكر يوسع، وكل واحد والفكرة ديالو حول الدار ديال الدنيا. ولكن عيب حقيقة أن الإنسان ما يفكرش كيفاش يمكن تكون الدار ديالو ديال الآخرة. أولا فين كاينة؟ واش في هذه الجهة ولا في الجهة الأخرى؟ نعوذ بالله من الأخرى. أم أنها في جهة أهل الإيمان؟ إذا كانت في جهة أهل الإيمان ما موقعها؟ واش في السفلي ولا الفوقي؟ وفعلا لأن الدار الآخرة التي هي الحيوان، يعني الحياة الجميلة السعيدة المديدة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. ولكن يعني ما كاينش ولكن أحب الاستدراك لأنه مقصود في المعنى، وهو من باب التفسير. لو كانوا يعلمون، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان أي الحياة الحقيقية الطبيعية المديدة التي لا تنقضي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحكي بأنه المنازل ديال الآخرة، يعني الطبقات ديال الجنة. منازل كتسمى المنازل، يعني بعد ما بين بعضها ما بين السماء والأرض. واحد الحديث صحيح عجيب جدا وجميل، يقول فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إن أهل المنازل لا يتراءون كما ترون الكوكب الدري في السماء. إن أهل المنازل لا يتراءون كما ترون الكوكب الدري في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، تقريبا هذه الصيغة. يعني ملي تشوف ديك النجمة الدرية في الضية كتبرق طالعة في السماء بشكل متفرد معزول وقوي في واحد القنت في السماء، كتشوف بينك وبينها ملايين كما يعبرون اليوم السنوات الضوئية، بعيدة ما شاء الله. راه هكذاك المنازل ديال الجنة. تبدا تشوف واحد النجمة بعيدة بعيدة بعيدة، ولكن كتبرق. شنو هذاك؟ القصر ديال سيدنا عمر، بينك وبينه ما شاء الله. اش هو الفرق؟ فارق العمل. واحد دار الفينيسيو واحد ما دارهاش. راه يعني حقيقة على قدر الهم ديالك بالدار الآخرة تكون منزلتك ويكون مسكنك منها. وفعلا المؤمن لما يجعل هذا هم من الهموم الأساسية ديال الدين ديالو ديال الحياة ديالو، يبني الدار الآخرة فعلا. الحقيقة يدوز عليه النار وما قدم الدار الآخرة والو، إذا ما مهتمش ما كيبنيش ما مبليش بالبني. وأصحاب رسول الله كانت فعلا اهتماماتهم انشغالاتهم ببناء تلك الدار. واحد الخطرة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وكانت المجاعة، صابوا المسلمين بالمجاعة كتسمى عام الرمادة. واحد العام كان نتيجة ديال سنوات ديال القحط، ما كانت الشتاء وجعوا المسلمين، وكان قحط وجفاف. وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه شدته الصفورة، بدا يصفر بالجوع كياكلش، وهو رئيس الدولة أمير المؤمنين. بعض الصحابة قالوا ودي من باب المصلحة خصنا ننصحوه، ماشي معقول هو كيسير مصالح الأمة خصو ياكل باش يقوى، لأنه فعلا معقول زعما المنطق هو هذا، خصو ياكل باش يقد يسير هذه الأمة هذه، خصو يتهلا في راسو. قالوها ليه،
فتبسم وقال رضي الله عنه وأرضاه، كيقولها لسيدنا عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص هو اللي نصحه هذه النصيحة. كيقول له: أرأيتني عاجزا عن أن آمر بصغار المعزى فتنتفى فتنقع في الماء وتنضج؟ واش يسحب لك زعما أنا ما عرف شيء وما قدر شيء باش نعطي أمر الخدم وينوضوا؟ يعني هو ما كانش عنده خدم رضي الله عنه، ولكن يعني إلا بغى يديرها بيده، لأن الدنيا جاتو ورفضها، ويدير يعني يذبحوا الجدي الصغير. هذه راه وصفه يعني ديال الطبخ. هذوك اللي يديروا الوصفات ديال الطبخ كيقدمها سيدنا عمر، وغادي يقولها له الاخر عمرو بن العاص، يقولها له من بعد. يعني يشدوا الجدي ويذبحوه وينتفوا له الزغب ديالو ويطبخوه في وسط الماء عادي يصوبوا. وصفه ديال الطبخ كانت عند العرب في الجاهليه، وتعطي واحد اللذه عجيبه جدا في الطعام، كما هو الجدي كيتطبخ صغير. قال له عمرو بن العاص: أراك بلذيذ الطعام خبيرا، يعني راك تعرف سميتو. ولكن رد عليه سيدنا عمر قال له: ولكننا نخشى. منين خايف نخشى أن يقال لنا: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. يعني انت راك تخلصت في الدنيا، بنيت الدنيا، هنا ما عندكش. رغم أنه إنما تحدث عن الحلال الطيب، ما كانش يتحدث عن الحرام، ولكن بشدة رضي الله عنه وأرضاه، بشدة انشغاله ببناء دار الآخرة لم يعد يجد وقتا للتفكير في دنياه. معلوم جدا أن المؤمن حقيقة ينبغي أن يكون متوازنا، وإن لبدنك عليك حقا وإن ولكن هذا كان في حياة سيدنا عمر استثناء، لأنه كان عام الجوع. قال: كما المسلمين جيعانين حتى أنا نجوع، علاش أنا نشبعهم جيعانين؟ بغيت تقد معهم. وتلك حكمة يحمد عليها رحمة الله عليه ورضي عنه وأرضاه. فالشاهد عندنا أن أولئك القوم كان قلبهم متعلقا ببناء الدار، كيبنيوا الدار، ولكن الدار لهيه يبنونها. وما بناء دور الدنيا إلا لتكون سلما لبناء الدار الآخرة. يعني كانوا كيبنوا الديور الدنيا، ولكن بحال هذاك الصوير ولا ذاك الطوب اللي كيدير البناي باش كيطلع عليه ويتعلى الحيط الحقيقي ديال الآخرة. يعني هذاك الرافعه دابا يديروا الحديد ولا يديروا شي حاجه باش كيتعلى عليه، هي انما هي وسيله بحال السلم، انما هي وسيله كتبنيها، ولكن باش تعلى باش تبني السور الكبير ديال الاخره. فلا بد من بناء دار الدنيا، ولكن من اجل بناء دار الاخره. اما بناء دار الدنيا من اجل ان يقبع بها العبد، اذن فقد اهلك نفسه. من هنا اذن كان الشفاء والدواء لمن يشوب قلبه شيء من العقيدة العجلية أن يعجل يسرع ويسارع، أن يعجل إلى التعرف إلى الله من حيث هو الرزاق. يتأمل هذه القضية ديال الرزاق، يتأملها مزيان، نعس عليها وفيق عليها. راه يعني ذكر الله عز وجل بالتأمل والتدبر في اسمه سبحانه وتعالى الرزاق سيعالج قلبك فيما يشوشه ويوسوس، لان راه وسواس ابليس الشيطان يجيك يوسوس لك، يقول لك انت ولا ما مشيتش ما خديتش الكريدي وما درتش ما غاديش تبني وتشردوا ولادك. الشيطان يعدكم الفقر، ابليس ملعون ما يجيب لك الا القبيحه. والله سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة. ربي تعالى كيوعد المغفرة ويوعد الرحمة ويوعد السعة ويوعد الرزق في الدنيا وفي الآخرة. فإذا عالج العبد نفسه بسم الله الرزاق وتدبر الدار الآخرة وأعد لها ودير فعلا مشروع هكذا، يعني يتعامل الإنسان مع نفسه ومع رب العالمين، يعني يدير عقدة مع الله، كونترا عقدة، يا ربي باغي نشري منك دار قطعة أرضية في الجنة. هذا الإحساس إذن تبنيها، كيقول لك ربي تعالى غنعطيها لك، ولكن تبنيها فابنيها بعملك. ولذلك لا يزال العبد يعمل هنا، والله تعالى يتكلف له سبحانه وتعالى أن يقوم له ببناء داره هنالك ويدل فيها الجردة. هذه الجردة يعني واسعة فسيحة. واحد الخطرة سيدنا إبراهيم في حديث الإسراء والمعراج لما تلاقى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السماء، قال له أقرئ أمتك مني السلام، سلم على الأمة ديالك وأخبرهم أن الجنة طيبة، يعني هي طيبة وأرضها طيبة وماؤها طيب. قال له الغراس ديالها، الغرس ديالها
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الأذكار، التسبيح، كلما سبحت كلما جردني في الجنة راه كيغرس لك الحدائق والألوان والأشكال، المنزل ديالك، الدار ديالك، باش لما تدخل القصر ديالك تجده فسيحا وأيضا عاليا، لأن جوج الأمور تما ممدوحين في الجنة. الساعة عرضها كعرض السماء والأرض، 6 ساع. يعني واحد الحديث عجيب جدا أن بعض أهل الله ربي تعالى يدخلهم لواحد الجنة وكيعطيهم واحد القصور، يعني واحد الجمال اللي عندهم الذوق الفني بالمعنى يعني الحديث للكلمة، يتعجبوا من هذا الحديث العجيب، وهو حديث صحيح الإسناد. كيعطيهم ربي تعالى ياقوتة، كيسكنهم في ياقوتة. إنما هذه الياقوتة كي دايرة، يعني هذيك الصدافة ديال البحر، الصدافة ديال البحر. وتصور واحد القصر داير بحال الصدافة، يعني واحد الهندسة جمالية غريبة جدا. لكن كيقول لك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ما بين الزاوية والزاوية في الصدفة مسيرة عين أو مد البصر، يعني تشوف بعيد عاد كيبان لك ذاك القنت الآخر، يعني اتساع، يعني الصدافة الداخل ديال الصدافة من الساعة، بحيث أنك راك هنا والقنت الآخر في الطرف ديال مكناس اللهيه، يعني الطرف ديال الصدافة راه هو في الدخلة ديال مكناس على طريق فاس، والقنت الاخر في الخرجه ديال مكناس على طريق الرباط، وزواياها 4، عندها 4 ديال القنوت، وكل قنت عنده اهلون، يعني عنده زوجه في كل قنت. قال لك يعني الاهل في هذاك القنت ما كيشوفوا شيء، الاهل في القنت الاخر لبعد المسافه كيبانوش. فاتساع يعني محمود في الجنه التي وعدها المتقون الساعه، يعني ربي يعطيك قصر ويعطي لك واسع، والمسكن الواسع محمود في الدنيا وفي الآخرة. الساعة ها واحد، ثانيا العلو، عالي، فالعلو ممدوح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الفردوس الأعلى، يعني اطلبوا الله تعالى إذا سألتموه اسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، هو الأعلى ووسط، لأن الوسط كتشوف كل شيء وتشد كل شيء، ومنه تتفجر أنهار الجنة، عنده النبع من تما كيخرجوا العيون ديال الجنة التي تتدفق على سائر القصور. فلذلك حقيقة الإنسان مطلوب منه أن يتعلم هذه الأشياء، وهي في كتاب الله. رب العالمين الأوصاف اللي وصف بها في الجنة ماشي عبث باش جات صور عديدات وآيات كثيرات، صور بكاملها كصورة الرحمن وغيرها، كلها كتكلم غير عن الجنة والنار، غير عن الآخرة، تهضرش على الدنيا. هذا إذن عنده معنى. اش معنته انك يقول لك ربي خصك تعرف الاحوال ديال الاخره باش تعلق بها، وتعرف انت تخطط تخطيط الموقع اللي تراهن عليه، لانه رهان فعلا. ان ربحه العبد كان رابحا، وانما الخاسر من خسر نفسه واهليه يوم القيامه، نسال الله العافيه والنجاه من الخسران المبين. ذلك ان شاء الله مسلك يسلك بالعبد لعلاج نفسه من عقيدة العجليين، ثم أيضا لأن يترقى بمراتب الإيمان، وكيكون عنده الحافز. معروف الآن يعني في المقاولات وفي الأشغال والإدارات أن بنادم ما يخدم تكون عنده الحوافز. ربي تعالى دار لنا هذا الشيء هذا في الكتاب والسنة، في القرآن الكريم كله حوافز. فمن أهم الحوافز أنك تعرف على شنو عندك لهيه. ولهذا كان من العلم النافع، أقول من العلم النافع، أن يتعرف العبد على أحوال الآخرة. ولذلك ننتقل بعد بحول الله مباشرة إلى الآية التي تتلو، وذلك قول الله جل وعلا: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا كلهم هادوك اليهود الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هذا مقطع آخر مرتبط بما قبله ومؤد إلى ما بعده، وهو من أعظم الحكم التي صاغها الله جل وعلا في هذا الكلام الرباني العجيب.
حري بالمؤمن الذي يريد فعلا أن يسلك إلى الله جل وعلا بصدق وأن يصل بأمان وسلام أن يتدبره. وما أنزل القرآن إلا لتدبر. اليهود كانت عندهم واحد الدعوة، عندهم وعند النصارى، كيقولوا ما يدخل الجنة غير اليهودي. النصارى كيقولوا ما يدخل الجنة إلا النصراني، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني كيتمنوا، تلك أمانيهم، يتمنوا، وتلك الأماني بلا برهان ما عندهم عليها دليل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا التعبير هذا دال على أن الكلام قالوه جوج ديال الفرقات، جوج ديال الفرقات هما اللي قالوه. فرقة اليهود قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، ما قالوش أو نصارى، هما لا غير هودا، لأنهم ما كيعترفوش بالنصرانية. هما اللي بغوا يقتلوا سيدنا عيسى، بغوا يقتلوه، حاولوا لم يفلحوا، لكن كانت المحاولة. ولذلك لا يؤمنون بعيسى عليه السلام ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام. أما النصارى قالوا عودهما لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، إلا من كانوا نصارى يعني. فلا اليهود ولا النصارى كيرد عليهم رب العالمين، ويخص أساسا ها هنا في هذا السياق اليهود، لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. دعوة يعني الفهمات الكبيرة الخاوية، دعوة. الله تعالى كيجاوبهم في هذا السياق، جاوبهم في سياقات متعددة بمقاصد مختلفة، ولكل سياق قصد متميز متفرد، لأن القرآن الكريم لا يتكرر منه شيء البتة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأنه الإنسان كيبدا يتساءل، هذا الفشوش، هذا الدلال اللي كان عند اليهود، اللي كان كيخاطبهم سيدنا عيسى سيدنا موسى، وعاود خاطبهم سيدنا عيسى ولم يؤمنوا، وكيخاطبهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا. ما لهم؟ يعني لأنهم كانوا كيتحدوا الله تعالى مباشرة، ادعوا لنا ربك، اذهب أنت وربك. يعني واحد قلة الآداب. منين جايهم هادشي؟ من بين أهم أسباب المرض اللي عندهم في هذا الشيء أنهم عندهم واحد العقيدة مفترات كذبوها عليهم الأحبار ديالهم، وصدقوها بما في أهوائهم من حب المال، صدقوها، وهي أنه لن يعذبهم الله إلا أياما معدودات. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يعني هذه الدعوة خلتهم يعني مستعدين يديروا جميع الجرائم ويديروا جميع المصائب على أساس أنهم الجنة عندهم ديالهم غير هما، وما خلق العالمون إلا لخدمتهم. يعني جميع أجناس البشرية ما خلقها الله إلا لخدمة اليهود، هكذا يظنون. ولذلك يغشوا العالم، يسرقوه، ينهبوه، يقتلوه، ما كاين بس. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني الحساب بيناتهم هما، يعني اليهودي ما يظلمش اليهودي، ما ياكلوش ديالو، إلا وقع بيناتهم شي حاجة غادي يتحاسبوا يوم القيامة. أما إلا ظلم مسلم ولا ظلم نصراني ولا ظلم شي واحد آخر، ما كاين حساب في داك الشيء، غير ذبح. ليس علينا في الأميين سبيل. فإذا أنتم ضامنين الآخرة، هذا المعنى. الآخرة عندكم مضمونة، الجنة مضمونة. طيب إلا مضمونة، ربي يتحداهم بواحد التحدي من أعجب ومن أغرب أنواع التحدي ما وجدت في القرآن مثله. تحدي غريب جدا وما قدروش يديروه. سبحان الله العظيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، يعني بوحدكم، مصفية لكم انتم من دون الناس، غير انتم بوحدكم. الدار الآخرة التي يقصد بها هنا الجنة غير لكم انتم، عند الله موجدة من دون الناس، خالصة لكم. إذا تقولوا هذه الدعوة كتأمنوا بها وصادقين، إيوا كنتحداكم بحاجة واحدة، تمنوا الموت. تعرفوا شنو هي تمنوا الموت؟ ماشي يقولوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام راه حنا ما كرهناش نموتوا، لا، غير يتمناها في خاطره، تمناها في قلبه، كاع ما يقولها لي أنا، تمناها لداخل. كنتحداك تمناها لداخل في قلبك دون أن تعلن عنها، وما قدروش.
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله يقول بأنهم لو تمنوه داخل قلوبهم لأخذهم الله من الأرض، يمسحهم من الأرض، لكن علموا أنهم يتحدثون. شوف الكفر ديال اليهود كيفاش داير، عارفين ما عندهمش جرام ديال الشك أن هذا اللي كيتكلم معهم رسول حقيقي، وأن هذا الذي يتلى عليهم كلام الله حقيقي، وأنه إلا لعبوا معاه مشاو في المزاح. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. غير تمناها في قلبك، هادي وما قدروش يديروها. والله تعالى حكم بذلك ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديهم، نافى الحاضر والمستقبل. وفي الآية الأخرى ولا يتمنونه، يعني لا هو في الحاضر ولا في الحاضر المستمر ولا في المستقبل البعيد. في الآية الأخرى أبدا نفي التأبيد إلى يوم القيامة. علاش؟ لأن عارفين اش دايرين بما قدمت يديهم. شيء عجيب جدا. يعني شوف العقيدة العجلية فين كتوصل مولاها، ولذلك قلت الآيات مترابطة، كتوصل لدرجة أنه يعلن التحدي على رب العالمين وهو يعلم، عارف كل شيء، وعارف بأن الله تعالى شديد العقاب، وأن هذا الكلام هذا كلام رسول. راه اليهود ما كانش عندهم جرام ديال الشك في أن سيدنا محمد نبي حقيقي، موقنين بأنه نبي، ولكن ما بغاوش لأنه ماشي يهودي، ماشي من بني إسرائيل، جي عربي، ما بغاوش. ويعني وكيتعنتوا على رب العالمين، كيقولوا تجيب لنا رسول مننا نآمنوا، من غير مننا لا ما بغيناش. ولو أنه أرسل إسرائيليا من بني إسرائيل لكفروا به. علاش؟ لأنه حتى ولو أرسله الله يهوديا غادي يجيب الحق، ما مستعدينش هما للحق. ومن قبل سيدنا عيسى منين جاء؟ من اليهود. شنو هو عيسى عليه السلام؟ إسرائيلي. شحال من واحد كيسحب له يعني بسبب يعني التحول البيئة والظروف أنه سيدنا عيسى، حتى النصارى ديالو ربما غلطين في هذا الشيء هذا. القرآن واضح مسطر الأمور، كيسحب عدد ديال الناس كيسحب لهم يعني سيدنا عيسى فرنساوي ولا انجليزي، ولذلك مصورينه في الكنائس ديالهم دايرين ليه عينيه زرق ووجهه بيض زعر رومي، عمره ما كان هكاك عليه الصلاة والسلام. كيتخيلوا هو سيدنا عيسى من الشرق العربي من فلسطين، ما عمره ما كانت عنده ديك الهيئة عليه الصلاة والسلام، خيال تخيلوا. فعيسى عليه السلام يعني كان منهم من آل عمران، ولد مريم، ومريم شكون هي؟ يعني من بني إسرائيل مريم، وعمران أبوها من بني إسرائيل. فجاهم يهودي ديالهم وجاب لهم التوراة والإنجيل، ماشي جاب لهم غير الإنجيل بوحده، لا، جاب التوراة وجاب الإنجيل بجوج، وكفروا لأنه كما قلنا من قبل بغى يقلع لهم الربيعة. يعني أولئك القوم من سدنة، يعني مالين الحيازة على الأموال، اللي بدأوا كيبيعوا الفتوى، يتخلصوا في الفتوى، يحللوا ويحرموا مقابل أموال، ويسيروا الأمة إلى الضلال مقابل أموال، رفضوا يجي الحق. ولذلك حتى ولو أرسل الله رسولا إلى بني إسرائيل من بني إسرائيل في زمان محمد عليه الصلاة والسلام لكفروا به، بل قتلوه كما قتلوا الأنبياء من بني إسرائيل. على زكريا ويحيى منين هما؟ وقد قتلهم بنو إسرائيل، يهود هما، يعني من بني إسرائيل، وجاوا أنبياء وجابوا الحق ودبحوهم اليهود ولاد عمهم وأخوتهم وأسر ديالهم. فلذلك يعني العقيدة العجلية تعمي، وكما أنها أصابت بني إسرائيل قد تصيب المسلم مع الأسف. وهذا الشيء باش كيحكي الله تعالى في القرآن، وهذا الشيء كنشوفه كيف أن المال يوصل بالإنسان إلى أسوأ دركات الكفر، ويدير أبشع الجرائم اللي تشوفها في المجتمع، كتلقاها ترجع في كثير من الأحيان لعبادة العجل المادي. لهذا الله سبحانه وتعالى يعني تحدى اليهود تحدي نفساني، زلزال نفسي، كيقول له وكان تحداك غير ما تتكلمش، يعني اعتقد في نفسك ودير في الباطن ديالك أنك تتمنى أن تموت، لا يستطيع. يعني كارهوا الآخرة لأن القلوب ديالهم تعلقت بالدنيا وبالدنيا فقط. وهذا المعنى راه كاين عندنا. فين كاين عندنا؟ كاين عندنا في كثير من الناس منا ممن تعلقوا بالدنيا تعلقا كاملا، ما عنده استعداد يسمع الكلام على الموت.
هذه الظاهرة موجودة. ما عنده استعداد يسمع الكلام على الآخرة لأنه ما دار حاجة مزيانة، ما عنده استعداد. كينفر من كل كلام موعظة، ينفر من كل آية تذكره بالله، نفور هو هذا. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. طبيعة ديال الظالم طبيعة الله خبير بها، عليم بها، وعارف العقاد النفسية اللي عنده، وعارف التركيبة باش مركب. ولذلك يقول لك رب العالمين بأن هؤلاء الكفار دعواهم تخالف عقائدهم الباطنة. هذا الفهم اللي يفهموا ويقولوا سيدنا محمد أننا نؤمن بموسى وأننا كذبة، لا يؤمنون بموسى أبدا، كذابين، ولا يؤمنون بالتوراة أبدا، بل هم حرفوا التوراة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. شو التعبير ديال التفضيل، هذه الصيغة القوية، أفعل وبالإطلاق، أحرص الناس، كل الناس، بل بالعموم المستغرق لجميع أفراد الناس. يعني أشد الناس محبة الدنيا والعيش الأرضي يهود. اليهودي بحيث أنه لو أنه يعني يدخل في واحد المأزق ديال الإذلال يعيش به مادام أنه حي. المسلم سبحان الله لا، ما عندوش هذه الطبيعة هذه، إلا من يعني مرضهم، تصاب بالمرض ديال العجلية ديالهم. أما المسلم يعني نطلب الله العافية لنا ولكم، يعني ملي كتوقع له الامتهان كيوصل واحد درجة معينة ديال الإذلال كتقد معه الحياة والموت وكيفضل الموت. وهذا الشيء كنشوفوه، راه الواقع العالمي كيعطينا هذا الخبر هذا. كتشوف الناس يقبلون على الموت، علاش؟ لأن تقدت عندهم وذلوا وهينوا. كيقول لك بنقص من هذه الدنيا. اليهودي ما عندوش هذه، وذل وهينا كيقول لك نعيش واخا بالذله والمهانه، المهم يعيش. يعني المسلمون حينما يعني يصابون بداء اليهودية العجلية يسلط الله عليهم العدو باش يصنع فيهم الرغبة عود في الدين. سبحان الله العظيم. يعني الأيام اللي كان فيها التذبيح البوسنيين والهرسك والألبان وإلى آخره، يعني سبحان الله العظيم واحد عدد ديال المشاهد، نطلب الله العافية لنا ولكم المسلمين أجمعين. عدد ديال المشاهد وقعت يعني ما كانتش كتدخل لي في بالي نهائيا، ما كنتش كنفهمها. يعني مسلم ما خصوش يوقع له هذاك الشيء، يعني بحيث انه ارغموا اناس على يغتصبوا بناتهم، داير له السلاح فوق راسه باش يغتصب بالبنت ديالو ويغتصبوها. يعني شنو وقع له هذا؟ هذه عقيده عجليه تماما. ما فهمت هذا الامر هذا حتى جاب الله تعالى يعني. وشفت في بعض الندوات يعني اللي كنت حضرت لها في الفكريه، وشفت الناس اللي حضروا يعني تلك المناطق، يعني من بعض الاساتذه اللي مشاو من هنا مدرسين في اطار السيسكو، هذه ديال التربيه والتعليم الاسلاميه، المنظمه الاسلاميه للتربيه والتعليم، وبعض الكتابات التحليلات اللي قريت على البيئه، انه يعني المرحله الشيوعيه اللي دوزوها في الاتحاد اليوغوسلافي السابق، يعني عدد كبير منهم دابت الاسلاميه ديالهم، ما بقاوش مسلمين، بقاو مسلمين غير سميات، غير واحد علي، واحد محمد، واحد احمد، واحد عبد الله، واحد فاطمه، واحد خديجه، ما بقاوش مسلمين. بحيث انه يعني المراه البوسنيه بقات كتزوج بالصربي، الخمر عندهم عاديه، رمضان قليل اللي كان كيصوم فيهم. اذا فين الدين؟ ما بقاش. فلما ارتبطوا بالدنيا وداب الدين سلط عليهم الله تعالى البلاء. أرى الله تعالى لا يسلط البلاء على أقوام إلا إذا وصلوا مرحلة من المرض الاجتماعي اللي يمكن نسميه بالمرض المخوف، وكيعالجهم الله تعالى بالسنة الكونية، لأنه لما الإنسان ما كيطبقش السنة الشرعية كيعالج الله بالسنة ديال القوة، السنة الكونية. طيب إذا شنو كان يوقع؟ قلت لك موت وما تديرش هذه الفضيحة هذه. ولكن بدا بنك يحب الحياة في الذلة، هي العقيدة العجلية بالضبط. لكن الحمد لله عموم الأمة ما عندهاش هذا المرض هذا. عموم الأمة واخا فساق مسلمين وفجار لما كيتمسوا في الكرامة ديالهم كيصبروش، ما عندهمش العقيدة العجلية، لأن الحمد لله الخير باقي، الخير بالمعقول، الخير رغم مظاهر الفساد والانحراف، الخير باقي في الأمة. إنما الله تعالى كيحكي لنا هذا الشيء باش يعني الفساد والانحراف
خطير أنه يتطور، لأن الأمراض تتطور من سيء إلى أسوأ، والله قدر الله توصل لواحد المرحلة ديال اللاعودة، صافي كيجي القدر الإلهي، أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الساعة ربي كيقول لك ما عندي ما ندير بهذا النوع ديال البنادم، كيبدل الجيل، كيمسح هذاك الجيل بزلزال أو بوباء أو بمذابح ويأتي بجيل جديد. راه فين ما شفت شي أمة تباد عرف بأن الجيل السابق ما دارهاش مزيانة ووصل لمرحلة ديال إغضاب رب العالمين، وأهل الخير انعدموا فيهم، وإنما ترحم الأمة بأهل الله القابعين فيهم العاملين بالخير الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. لذلك الله عز وجل جاءنا بهذه الآيات الدواء، دواء وصفة طبية للنفس والمجتمع، يعني يا ربي ويبني لنا النسيج الاجتماعي بتذكيرنا بما أصيب به بنو إسرائيل من آثار هذه العقيدة العجلية، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. حقيقة راه فطرة في الإنسان يحب الحياة، واللي كيولي يكره الحياة راه ولا مريض، يعني كيكره الحياة بلا دواعي معقولة، هذا مريض. ولذلك الله يستر اللي ينتحر صافي كيكون هذا إنسان وصل لمرحلة ديال المرض، مرض إما ديني أو نفسي نيت، وهما متداخلان على كل حال. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، الإنسان يحرص على الحياة وما كاينش اللي ما يحرصش على الحياة، إنما المؤمن حينما يحرص على الحياة يحرص على الحياة ما دامت كريمة، لكنها إذا هانت لا يحرص عليها، لأنه يعني المؤمن ماذا يحب من الحياة؟ المؤمن أخروي ماشي ديال هنا، المؤمن الحقيقي ماشي ديال هنا، ديال له، يحرص على آخرته، وإنما حرصه على الدنيا بما هي أدوات يبني بها الآخرة، لأن الدار ديال الآخرة باش تبنيها يعني ذاك المواد البناء كاينه هنا، وهي الأعمال التي تنجزها أيها العبد، لأن تما ما عندك باش تبني، تما الأعمال ما كايناش، والأعمال هي التي تبني آخرتك، والأعمال إنما هي هنا، لأن الدار الدنيا دار التكليف، دار العمل. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، ويكفي أهل الكتاب أن يكونوا كالذين أشركوا، لأن المشرك إلى حرص على الحياة شيء طبيعي، لأنه المشركون العرب ما كانتش عندهم عقيدة اليوم الآخر، ما كيأمنوش بالبعث، اخترع وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، ما كيأمنش بأنه كاين الحياة من بعد، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما لا يؤمن بشيء اسمه البعث والنشور، هذو هم المشركون. ولكن انتم آل يهود كتقولوا بالله راه كاين الموت وكاين من بعد الموت الحياة وكاين الآخرة وكاين الجنة وكاين النار، يوم مالك لاصق في الدنيا كما لاصقين فيها الذين أشركوا، إلا داروها الذين أشركوا واتتهم ونسبتهم، يعني كيقول لك ودي الآخرة ما كايناش، والله ما يشد في الدنيا. فشيء عجيب أن يقارن الله بين اليهود وبين الذين أشركوا، وتلك سبة فيهم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، تجوزوا حتى المشركين ومن الذين أشركوا، ومن ديال التبعيض، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، لو أن الله تعالى يعطيه العمر ديال 1000 عام، ومن بعد 1000 عام ستموت، وبعد 1000 عام ما هي 1000 عام؟ شنو هي 1000 عام في ميزان الأرض؟ يعني العمر ديال الأرض، ستموت، وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر. وعبر بهذه الزحزحة زعما بحال شي حجرة ثقيلة مهودة لجهنم، شكون اللي قاعدها من جهنم؟ لن يتزحزح عن النار، بل هو غارق منباطح فيها والعياذ بالله. يعني كونه غادي يعيش طويل ما تكفيش، وليست وسيلة لتقيه من النار، أي أنه مهما طال عمره مآله في نهاية المطاف جهنم. بئس الحياة اللي يعيشها بنادم وهو موعود في نهايتها بالجحيم. يعني الحياة كلها عذاب. شوف تصور واحد تنتظره مصيبة
عارفها. يعني قبل ما توقع هذيك المصيبة كيبقى عايش في العذاب، عذاب ديال انتظار العذاب. من أشد العذاب انتظار العذاب. طلب الله العافية لنا ولكم. شي واحد يعني غادي يواجه واحد المشكلة غدا ولا بعد غدا عنده معها موعد، مشكلة واخا تكون بسيطة، وكيبقى بنادم محن مع ديك المشكلة ما كيرتاح حتى كدوز. فلذلك هذا الوعيد اللي خبر به الله تعالى يعني كيعطيهم عذاب نفسي في الدنيا وعذاب حقيقي مادي في الآخرة. يعني الحياة عذاب الدنيا والحياة الآخرة عذاب. يعني حقيقة يعني أسوأ أحوال عند الإنسان هي أحوال الكفار. الكفر تعيس، كفر تعيس جدا. ولذلك كل الكفار وبدون استثناء واللي بغى يدرس هذه الظاهرة الاجتماعية يمشي يدرسها كي يتناولوا مخدرات من شتى الأنواع. ماشي المخدرات يعني هذيك اللي يضروا الحبوب ولا الحشيش، من غير هذا الشيء، وراهم هما اللي مبليين به أكثر من المسلمين. لكن عندهم واحد النوع آخر من المخدرات هو التمتع باللذة. مفهوم اللذة هذه راه فلسفة دابا كاينه في أوروبا وفي أمريكا. مفهوم اللذة هي واحد النوع ديال التخدير باش ينسى العذاب النفسي ديالو ديال القلق ديال الموت. يعني اليهودي ولا النصراني لا يحب أن يتذكر آخرته ولا يحب أن يتذكر الموت. ولذلك كثير منهم سبحان الله العظيم واحد الظاهرة عجيبة جدا، أنه كيوصلوا واحد السن معينة كيبداو ينتحروا. علاش؟ ما مستعدينش يشرفوا، كيكره يشرف، ما عنده ما يدير بها. يعني يعيش مع حد شاب ملي يشوف راسه بدا يتكمش كيكره نفسه ويضيق ينتحر. أما يعني الشيء العجيب جدا أنه يعني يتسلى. شوف سبحان الله العظيم كتلقاه كيضحك باش ينسى الموت. ولذلك يتمتع ويتجول ويدير جميع أنواع المتع، يعني لا شعوريا كيبغي ينسى الحقيقة ديال الفناء. المؤمن والحمد لله كتولي الموت عنده متعة. وهذا هو الشيء العجيب. النقائض تجتمع في دين الإسلام. النقائض الأشياء مضادة الموت اللي هي الفناء كتولي راحة عند المؤمن أنه كيعيش بها. عقيدة اليوم الآخر عندنا راحة، جمال. شت الموت كتولي جمال، عقيدة عندها جمال في حياة الإنسان المؤمن، أنه كيعرف كاين الموت. ولذلك كيعيش الحياة ديالو متوازنة، يعيش الحياة متوازنة وكيعيش بالراحة. لأنه حقيقة لكل ما كايناش الموت راه مشكل كبير جدا. يعني كل شيء غادي يولي قاطع طريق. ولذلك يعني الناس عندهم سكينة وعندهم أمن، يعني كيتمتعوا بالأمن الروحي بسبب الإيمان. لأنه حتى لما لقى الحساب ديالو هنا مزيان كيعرف راه كاين الحساب في الآخرة. ما قدرش يوصل لواحد الظالم أنه يقتص منه، كيقول كاين الله كندعيه ليه وعنده اليقين بأن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. كيقول كاين الله والحمد لله. الناس المغاربة كيقول الحمد لله على الموت. والحمد هو إحساس بالنعمة. علاش كتحمد؟ إحساس بالنعمة. الموت نعمة، نعم نعمة. هي مصيبة في الحديث، لكن باعتبار الفراق مصيبة الموت لأنها فراق. أما الحقيقة القدرية ديالها رحمة. الموت رحمة، وما أمات الله عبدا مؤمنا إلا برحمة منه جل وعلا. واليهود يكرهونها ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة لأن الميزان مقلوب. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني الحياة الجميلة التي يعيشها المؤمن هو أنه يعتقد بأنه يموت مرة واحدة ويحيا أبدا، ما عمره يعود يموت. فالمؤمن إذن حينما يعتقد جازما بأنه يعيش الحياة الهنيئة الرغيدة بعد الموت، يعيش متمتعا في الدنيا غير معقد من الموت. الموت عنده مصيبة من حيث هي فراق، لكن ما معقدش منها. ما عندناش عقدة سميتها الموت. عند الكفار هذه عقدة فعلا، عند اليهود وعند الكفار وعند المشركين هذاك مرض ديالهم، لكن لا يكون عند المسلم إلا إذا أصيب بالعقيدة العجلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.